بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث اليوم عن ديوان نقطة تفتيش للشاعر الصديق عمرو المصري، وهو الديوان السابع له. في البداية أحب أن أقدم التحية للصديق عمرو وأهنئه على صدور هذا الديوان الذي سبقه 6 دواوين سابقة له. في كل ديوان يخطو عمرو المصري خطوات واثقة في عالم الشعر، وخاصة شعر العامية. وما لفت نظري في مشوار عمرو المصري والذي أعرفه منذ فترة طويلة، أو منذ بداية الخطوات الأولى، كنا نطرق الندوات معا وسويا، لأننا أبناء منطقة واحدة وتجمعنا صداقة منذ زمن بعيد. اهتمام عمرو المصري بقضية الشعر واهتمامه بتطوير أدواته الشعرية، وخاصة في أعماله الأخيرة التي زاد اهتمامه فيها بالصورة الشعرية، وارتكز عليها واستطاع أن يولد صور جديدة مبتكرة قادرة على جذب سمع المتلقي أو المستمع لأعماله الشفهية، وأيضا تأمل من يقرأ قصائد عمرو المكتوبة في دواوينه أو المنشورة في الصحف والمجلات التي ينشر بها والدوريات. إذا تحدثنا عن أعمال عمرو المصري أو بشكل إلى حد ما تحليلي من خلال أعماله الشعرية، أرى أن اهتمام عمرو بقضية المرأة وعلاقته بها نجد ذلك في معظم أعمال عمرو المصري، وقضية علاقة الرجل والمرأة، وهذه العلاقة الجدلية التي تجمع بين الرجل والمرأة، وعلاقة الشاعر بالمرأة. وأيضا يحضرني هنا تعليق صديقنا الملحن إمام عبد الرحمن الذي قال أن عمرو المصري يسميه عمرو عيون. فللشاعر رؤية خاصة ناحية الأنثى، فعمرو تؤثر فيه نظرة العين، والشاعر طبعا يتأثر بالعين وما يراه أمامه من مناظر طبيعية أو ما يعجبه في الأنثى. فالعين لديه قادرة أو كاميرا يمكنها التحاور مع الآخر ونقل صور مؤثرة في أعمال عمرو. أيضا في الديوان عمرو نقطة تفتيش اهتمامه بالعناوين القصائد التي تحمل مضامين جديدة وقادرة على التعبير عما يجول بخاطره. وأيضا نرى ركائز أخرى في أعمال عمرو، منها تأثره بأسفاره أو عشقه للسفر. فكما قلنا العين تسافر عبر ما تراه، أيضا هو يحب الانتقال من مكان إلى مكان، وظهر ذلك واضحا في محطة مصر وتصويره أو التقاطه لبعض الصور من الفراق واللقاء وما يحدث في محطات القطارات ومحطة مصر تحديدا، التي تجمع المسافرين من الشمال والجنوب والشرق والغرب، واللقاء والفراق كما قلنا. أيضا تحدثوا في قصيدة تحويلة، وهنا تأثر أيضا بوسائل السفر والمواصلات والانتقال من مكان إلى مكان. أيضا من الجوانب الأخرى في أعمال عمرو ارتكازه أو محاولاته في فن الواو وإجادته في هذا الفن، ذلك الفن الذي لا يبدع فيه إلا الشعراء المتمكنون من أدواتهم وقدراتهم الفنية والإبداعية. وهو من الإشكاليات أيضا التي لا يجيد فيها إلا القادرون من الشعراء كما قلنا، وبعض الشعراء أو بعض الناس يدعون أنهم يكتبون في ذلك الفن، لكن هذا الفن العصي لا يستطيع أن يجيد فيه إلا المبدعون القادرون على امتلاك أدواتهم ولديهم مخزون ثقافي وقدرة على الإبداع في هذا الفن. أيضا من الشيء اللافت في ديوان عمرو المصري تنوع موضوعاته التي ينتقل بنا عبر صور جميلة وقادرة على نقل ما يجول بخاطره، وأيضا حساسية الشاعر نحو الآخر أو إحساسه بالغدر أو الخيانة، ويعبر عن ذلك جيدا من خلال أعماله وقصائده التي تنوعت
وقد يصل عدد هذه الأعمال إلى ما يزيد عن 23 قصيدة تتنوع فيها الانفعالات والصور والتجارب الشعرية التي يخوضها الشاعر ويعبر عنها بقدرته وإمكاناته. أيضا مواظبة عمرو المصري على الندوات وإدارة الندوات أيضا، وقدرته على إدارة الندوات وتأثيره على من حوله أيضا، فله بعض الأصدقاء الذين يتتلمذون على يديه وكلنا يستفيد من البعض الآخر، فهو أيضا لا يبخل بأن يعطي خبرته وما يستطيع أن يقدمه من نصائح للشعراء المبتدئين أو الذين يتلمسون خطاهم الأولى في درب الشعر. وهذا هو دور الشاعر، أن يكون ليس قاصرا على نفسه فقط، وإنما يؤثر في غيره ويؤثر في الأجيال القادمة من الشعراء، وهذا يحمد له. وفي النهاية أحيي عمرو المرة الثانية وأقول له سر على درب الشعر، وفقك الله، وفي انتظار الديوان التاسع بمشيئة الله.